السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم باش نحكيو على اخر اخبار الاحمر والابيض من الانتداب الجديد ومستقبل فوزي البنزرتي مع النادي الافريقي وملف اللاعب ليفواري جديد، كيف نعملوا حوصله كامله من الميركاتو نتاع النادي الافريقي الى حد اللحظه. اما قبل ما نبداو ما تنساش تخلي فولو باش توصلك اخر الاخبار وما تبخلش علينا بلايك. البدايه مع الاخبار اللي كانت تستنى فيه جماهير النادي الافريقي واللي حكينا عليه في فيديو سابق. النادي الافريقي اليوم رسميا يعلن التعاقد مع متوسط الميدان الهجومي هيكل الشيخاوي لمده 3 مواسم. بالنسبه للناس ما تعرفش هيكل الشيخاوي اجا نحكي لكم عليه. هيكل الشيخاوي عمره 29 سنه، كان قريب من النادي الافريقي في اكثر من مناسبه، لكن المره هذيا صفقه تمت بنجاح. اللاعب هذا يتكون في نادي سوشو الفرنسي ولعب مع نادي بورتو بي قبل ما يرجع البطوله التونسيه مع الملعب التونسي ومن بعدها الاتحاد المنستيري، كيف خاض تجارب في الدوري الاماراتي والدوري الكويتي. الشيخاوي يتميز بقدرته على اللعب في اكثر من مركز وين ينجم يلعب كمتوسط ميدان وكيف جناح، وهذا اللي يعطي حلول اضافيه للاطار الفني. بالصفقه هذه ارتفع عدد الانتدابات الرسميه للنادي الافريقي الى 4 لاعبين. الى حد الان النادي الافريقي نجح في التعاقد مع ياسين مرياح، معتز الدام، غسان المحسي وهيكل الشيخاوي. اداره النادي الافريقي مازال تخدم على تدعيم بعض المراكز خاصه في وسط الميدان والمحور الدفاعي. من الاسماء المطروحه بقوه متوسط الميدان الايفواري سيدو لامين ساكو، لاعب ذا عمره 24 سنه ويلعب مركز متوسط ميدان دفاعي، كما انه قائد في فريقه اسيكا ميموزا ليفواري. وحسب اخر المعطيات اداره النادي الافريقي دخلت في مفاوضات متقدمه مع اللاعب هذايا وقدمت له عرض رسمي، وحسب اخر الاخبار وجهه النظر ولات متقاربه من الناحيه الماليه، لكن الاتفاق النهائي مازال ما صارش في انتظار الحسم في الايام القادمه. اما الاخبار اللي عمل بوليميك كبيره خاصه بين جماهير النادي الافريقي يخص المدرب فوزي البنزرتي. برشا مصادر تونسيه وخاصه ليبيه اكدت وجود اتفاق بين فوزي البنزرتي ونادي الاتحاد الليبي. المعلومه المهمه زاده انه فوزي البنزرتي مازال ما صححش حتى عقد مع النادي الافريقي رغم وجود اتفاق سابق على مواصله المشوار، لكن لحد اللحظه هذيا مازال ما حتى اعلان رسمي لا من طرف اداره النادي الافريقي ولا من نادي الاتحاد الليبي. لكن الاخبار القادمه من ليبيا تاكد انه الاتفاق موجود ويبقى انتظار الاعلان الرسمي حتى تتم الصفقه. واذا تمت الصفقه هذيا اداره النادي الافريقي باش تضطر تلوج على مدرب جديد قبل انطلاق الموسم. وقبل ما نختموا اذا تحبوا تعرفوا شنو صار في قضيه فرجاني الرجل اللي كان وراه برشا مشاريع في النادي الافريقي وعلاش تم ايقافه في اسبانيا، عملنا لكم فيديو كامل في كل التفاصيل تلقاوها لهنا ما يفوتكمش. لهنا وصلنا لاخر الفيديو، ما تنساش تخلي فولو ولايك باش توصلك اخر الاخبار. السلام عليكم.